حياكم الله واهلا وسهلا بكم. كثر الحديث عن لاعبين المنتخب المصابين، انهم كيف يصابون مع المنتخب ومع النادي يلعبون تمام 10/10. يعني لازم ناخذ بعين الاعتبار ان اللاعب بشر ما يتحمل فوق الطاقة، ولعبة كرة القدم اللي ما يعرفها زين يجهلها. يعني لعبة كرة القدم فيها تعب مو طبيعي على اللاعبين، تمارين يومية مجهدة، يتعبون يعني تعب مو طبيعي. الناس تشوفهم انهم مبسوطين ويلعبون كرة قدم، هذا في الظاهر يعني، لكن الحقيقة يعني انهم يتعبون في التمارين بشكل يومي. يمكن اللاعب يعني يسقط من شدة الارهاق البدني، شيء طبيعي يتعرض اللاعب للإصابة. لكن من المتسبب بالإصابة هذه؟ يعني أحد الأسباب في إصابة اللاعبين هو الاتحاد السعودي نفسه، اللي ضاغط الأندية بجدول الدوري. كل 3 أيام النادي يلعب، لا وتبيهم يمثلون المنتخب خير تمثيل. اللاعب بشر، إذا شاف الاتحاد السعودي نفسه ضغطهم بهالشكل هذا بيصير نفسيا ما له نفس يلعب. يعني كل الأندية مضغوطة من جدول الدوري، الاتحاد، الأهلي، النصر، الهلال، وأغلب لاعبين المنتخب من الأندية الكبيرة. فكيف تضغطهم برزنامة جدول دوري كل 3 أيام يلعب ولا يريح؟ ما تبيه يتعرض للإصابات ولا تبيه يلعب مع المنتخب بكامل لياقته؟ يعني في الأول وفي الأخير المتسبب في إصابة اللاعبين هو الاتحاد السعودي نفسه، يضغط الأندية، يفكر أن اللاعبين مثل الكمبيوتر، تضغط انتر ويشتغل معك. يعني ما حد يلوم لاعبين المنتخب إذا لعب مع المنتخب على الواقف. لاعب مجهد يلعب في الدوري وكاس الملك والسوبر والآسيوية ومع المنتخب مضغوط من كل جهة، فمستحيل أي آدم يتحمل الضغوط هذه. وبالأول وبالأخير مباريات المنتخب اللي لعبها مباريات ودية، ما في أي لاعب يعني إذا فكر يجهد نفسه عشان يتعرض لإصابة في مباراة ودية. المفروض أن الاتحاد السعودي يعني يعدل من فكرة أن النادي يلعب كل 3 أيام، هذه فيها إجهاد على اللاعبين وضغط مو طبيعي ويتعرضون لإصابات. وشكرا لكم.